بالنسبة لي حسب الأداء الآن، الأداء اليوم، المنتخب الآن أكثر مرشح للقب. أكثر منتخب مرشح للقب. شنو كاينين يا أحبابي؟ اليوم جبت لكم واحد المقطع اللي شعل العافية في المنصات، نقاش قوي بين محللين عرب على واش المنتخب الجزائري هو المرشح رقم 1 للقب ولا غير متفائلين بزاف. وخليكم معايا للآخر حيث غادي نسولكم سؤال مهم ونبغي رأيكم في التعليقات. القصة بدات من اللي واحد من المحللين وحيد قال بكل ثقة حسب الأداء دابا الجزائر هي الأكثر ترشيحا للقب، وزاد أكد باللي المنتخب بان منظم قوي في كل الخطوط وربح ب2 مقابلات بلا ما يستقبل حتى هدف. دابا هناك نوقف لحظة، واش فعلا ما تستقبلش أهداف يساوي أنت المرشح الأول ولا خاص شوية ديال الصبر؟ فاش سمع فتحي هذا الكلام جاء الرد ديالو سريح وقاصح شوية، قال واخا الجزائر زوينة ولكن مازال ما واجهتش حتى منتخب من الصف الأول. وهنا بدأ كيهضر على منتخبات أخرى كي تعتبره كبار: المغرب، الكوت ديفوار، الكاميرون، نيجيريا، مصر، السنغال. وهنا كان سولكم سؤال من هاد اللائحة شكون كتخافوا منه أكثر في الإقصائيات؟ المشكل في النقاش ما كانش غير في شكون قوي، بل في كيفاش كان حكمه. وحيد كيقول أنا كان حكم بالأداء اللي بان في الجولة الثانية، وفتحي كيقول لا هذه عاطفة، البطولة طويلة وماشي ب2 ماتشات غادي تعطي الحكم النهائي. ومن ثم دخل بدر الدين كيهدي الجو شوية وقال واحد الجملة اللي بصراحة منطقية: من حق وحيد يكون متفائل ولكن من بكري باش نقولوا المرشح الأوحد. وزاد أكد باللي المقارنات بعد جولتين كتكون ظالمة، حيث كل منتخب لعب ضد خصوم مختلفين وفي ظروف مختلفة. ودابا هنا نطرح عليكم، واش كتوافقوا ولا قد تقولوا الأداء كافي باش نحكم؟ وحيد مسكتش رجع كيأكد لا أنا ماشي عاطفي، أنا منطقي. الجزائر في الجولة الثانية كانت أفضل من بزاف ديال المنتخبات. وزاد كيهضر على الانضباط الدفاعي والتركيز، وأنه الفريق كيخدم في صمت بلا ضجيج إعلامي. لكن السؤال اللي كيطرح راسه، واش اللعب في صمت كيكون نقطة قوة ولا كيبان غير من اللي كتواجه الكبار؟ هنا جاء صابر ودار واحد التوضيح اللي قلب النقاش كامل. قال المشكل في الكلمة، حيث فرق كبير بين الجزائر من بين الأكثر إقناعا والجزائر هي الأكثر ترشيحا وحدها. وزاد قال في الكورة ما كاينش ولكن لو تعادلت تونس مع نيجيريا ولا سجلت بوركينا فاسو في آخر دقيقة ضد الجزائر كانت غادي تتبدل الهدرة كاملة. وهنا كنسولكم، واش كتآمنوا إنه الحظ كيقرر بزاف في البطولات ولا الجودة كتغلب؟ في الأخير الخلاصة اللي خرجت من هذا النقاش هي إنه الجزائر فعلا بدت مزيان وكتستاهل تكون من بين المرشحين، ولكن مازال بكري بزاف باش نقولوا هي المرشح الأول بلا منازع. الامتحان الحقيقي كيبدأ من اللي كتوصل الإقصائيات وكتضرب مع الكبار، وساعتها كيبان شكون غادي يكمل حتى للكأس. ودابا دوركم. سؤال اليوم، واش كتعتبروا الجزائر المرشح الأول دابا ولا كتخلي الحكم حتى تلعب ضد منتخب قوي بحال المغرب، الكوت ديفوار، الكاميرون؟ كتبولي في التعليقات 1 الجزائر ولا 2 مازال بكري. وما تنساش لايك وسبسكرايب باش نوصلوا للنقاشات السخنة.